سلام. مبروك للوداد، مبروك للمغرب، مبروك لنا كاملين، ومبروك لاي واحد عزيز عليه كره القدم المغربيه. وان شاء الله الاسبوع الجاي غنربحوا الكوت ديفوار وغنتاهلوا لكاس العالم وغنعيش واحد الفرحه الكبيره. ولكن بغيت نسول على شي مغاربه على الفيسبوك كئيبين عدميين، عزيز عليهم يفقسونا وعزيز عليهم ما يفرحوش وما يخلوش الاخرين يفرحوا. قال لك هم خايفين اصحابهم المصريين يتقلقوا حيت ماشي هم اللي ربحوا والوداد هو اللي ربح. كتضحكوني. يلا قبل اسبوعين تاهلوا المصريين لكاس العالم، عرفتوا واحد الاسبوعين 10 ايام وهم 20 قناه فضائيه عندهم الجرايد المجلات جايبين الفنانين السياسيين كاع البشر اللي كاينين في مصر باش يتكلموا على هذا الانجاز والعظمه والشعور الوطني وشحال فرحانين والى اخره. احنا يلا فرحنا ليله واحده في كازا وفي المدن المغربيه وشي مغاربه صافي ناضوا اليوم في الصباح داروا صافي نساو هذاك الشيء اللي الانجاز اللي كان امبارح وشنو الامال اللي ممكن نبنيها على كره القدم المغربيه، ماشي غير تاهل كاس العالم ولكن حتى في الشان كامل للرياضه المغربيه. وجالسين كيقولوا جيل المغربي الجديد جيل ضايع ما مربيش والى اخره. مالنا احنا الى شي واحد تلميذ في مدينه في المغرب هو واستاذه فضيحه وفضيحه، ولكن كتمثل المدرسه يمشي يتعاقب، ديروا له مجلس تاديب يتعاقب. ولكن علاش من الصباح وانتم كئيبين ولايحين علينا التهم باللي المغاربه صافي ضاعوا والتعليم زباله والى اخره؟ ماشي شغل الدوله، ماشي شغل وزاره التعليم، شغل المدرسه. هذيك وقع عندها شي فضيحه بحال هذا النوع هذه باش تعاقب. كتوقع يمكن ماشي بحال هذه الهمجيه، ولكن هذه الهمجيه كتمثل ذاك الولد، كتمثل اللي رباه وكتمثل الاسباب اللي وصلته لهذا الشيء. اذا فرحوا شويه عافاكم، نستحقوا احنا في المغرب نفرحوا. لا ما غنبقاش ديما مقابلين غير المشاكل اللي كتوقع. وحتى هذاك النهار الحادث ديال مراكش ما بغيتش نتكلم عليه باش نقول لكم انه بغض النظر على هذاك العمل المشين والضحيه الشاب هذاك اللي بكينا كاملين عليه، بغض النظر هذيك مساله المافيات ولا شيء موجوده في كل بلدان، ولكن انا كنتاسف على شي صحفيين مغاربه اللي خاصهم وزاره الثقافه، خاصهم وزاره الداخليه، ما عرفتش، المهم شي وزاره تتولى تحارب هذوك الحشرات اللي مسمين راسهم صحفيين عندهم مواقع الكترونيه بوزباليه اللي مباشره نوضوا للساحه وقال لك ارهاب والى اخره والى اخره. والناس كتقلب على السياح، الناس كتقلب على اي فرصه باش يبنوا صوره مزيانه على بلادهم. الناس في اسبانيا وقع عندهم عده حوادث ارهابيه ديال بصح وعادي ترونكيل كياخذوا دروس من هادشي. احنا وقع عندنا غير حادث اطلاق نار وصافي المغاربه كاملين ما بغاوش ينعسوا هذيك الليله مقابلين غير التهمه ديال الارهاب. لا وكل شيء اثبت باللي هي ماشي ارهاب، وباقي شي واحد يقول لك والله اعلم والله اعلم. غير عافاكم كل واحد يمشي يتهلا في حياته، كل واحد يمشي يركز مع شؤونه الخاصه. خلي عليكم من هذيك اسقاط التهم على المجتمع المغربي والدوله المغربيه. 24 ساعه ما بقيتوا مقابلين والو، غير عندنا بزاف الامور اللي خاصنا نتكلموا عليها. عندنا السياحه اللي خاصنا ننشروها، عندنا التعليم اللي خاصنا نطوروه، عندنا اصلاحات، عندنا الصحه الى اخره. سيروا قلبوا على الملفات المهمه، اكتبوا على هذا الموضوع باش نفهموا فين الميزانيات، فين كتمشي الميزانيات، كيفاش كيتم التسيير ديال الاصلاح في هذه البلاد في مختلف القطاعات الحيويه. تكلموا على الامور المهمه، سيروا غطوا شي وقفات احتجاجيه سلميه محترمه اللي كطالب بحقوق الناس، ماشي غير مقابلين غير تشويه صوره المغاربه على الفيسبوك، سواء الناس اصحاب الفيسبوك اللي ما عندهم ما يدار ولا حتى بعض الصحفيين هما مواقع البوزباليه ديالهم. ومره اخرى مبروك وغنتاهلوا وغنربحوا الكوت ديفوار. والا ما ربحناش ماشي مشكل، احنا هذا المكان اللي ولات فيها كره القدم المغربيه من كاس افريقيا اللي فات والمباراه اللي لعبوها حتى فوز الوداد، لانه في النهايه الوداد فريق مغربي وهذا الشيء تسيير مغربي. احنا خاصنا نفتخروا بهذا الشيء. علاش تكون مثلا الرياضه في المغرب فيها مشاكل كنوضوا كاملين نسبوا ونشتموا ونعايروا ونهار نحققوا شي انجازات ما كنشوفوش ونخليك يدوز عادي ترونكيل بحال الى يعني عادي هذا الشيء. اما الاشياء السلبيه كنبغوا نسلطوا عليها الضوء. ومن بعد كيجي واحد كيقول عافاك كيفسري لي علاش احنا المغرب ديما مفترى عليه وعلاش الاخرين كيفتروا علينا. احنا اللي كنفتروا على راسنا ماشي اي واحد اخر. ومره ثالثه مبروك للوداد.